الحمد لله على كل شيء يا فندم. بس ده ما يمنعش نشتكي لك وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة وسيد وزير العدل وسيد المستشار النائب العام. أنا وابني اتبهدلنا آخر بهدلة يا فندم. أنا ابني مرمي في السجن مع الحرامية والمجرمين. ده ما يرضيش حضرتك إن ابن شكري جلال الراجل اللي طول عمره بيخدم الحزب والحكومة يحصل له ده. انت عارف يا شكري ان انا طول عمري بحبك، لكن الموضوع اللي حصل ده عامل تأثير سيء جدا بالنسبة ليك مع القيادة السياسية، والمفروض انك تلمه بأسرع ما يمكن وبأي ثمن، لأنه أكيد هيأثر على مستقبلك السياسي. وهلمه ازاي بس يا فندم؟ السيد النائب العام متعنت جدا مع ابني. شكري، أنا اتصلت بالنائب العام وشرح لي ملابسات القضية وموقف ابنك السيء جدا، وقال لي إن القانون لازم ياخد مجراه، وأنا طبعا وافقت على كده. ربنا يكون في عونك وأنا قلبي معاك. بقول لك يا شكري، بلاش تحضر اجتماع النهارده وروح اطمن على ابنك وحاول كده تتصرف في الموضوع. والاجتماع يا فندم مش هحضره النهارده؟ وجودك في الاجتماع في الظروف اللي انت فيها دي ملوش أهمية. روح اطمن على ابنك والاجتماعات ملحوقة. بقول لك ايه، تواجدك في مقر الحزب في الظروف الحالية دي مش في مصلحة الحزب. احنا الحزب داخل على انتخابات يا شكري. انتوا نسيتوا ان انتوا في مدرسة محترمة؟ صدقيني يا ميس، ده انا ما عملتش حاجة. مساء الخير. اهلا وسهلا يا دكتورة، اتفضلي. شكرا. هو في ايه يا فندم؟ احنا اسفين ان طلبنا حضرتك في وسط مشاغلك الكتير، ولكن في الحقيقة احنا طلبنا الدكتور خيري ما لقيناهوش فسيبنا له خبر. أنا تحت أمرك. اتفضلوا كلكم دلوقتي بره، واستنى انت يا احمد. ويا ريت تحكي لمامي ايه اللي حصل. الولاد دول جابوا الجرايد اللي نشر صورة حضرتك وقعدوا يقولوا عليها كلام مش كويس. ما قدرش استحمل، مسكتهم ضربتهم. اللي عملته ده غلط يا أحمد. كان لازم تيجي وتحكي لهاد مسترس وهي اللي تتصرف. لو كل واحد أخد حقه بإيده يبقى مفيش قانون بقى والدنيا تبقى فوضى. ما قدرتش أمسك نفسي. لازم تتحكم في أعصابك. أمال إيه الفرق بين الراجل العاقل والراجل اللي مش عاقل؟ أديك زيك زيهم دلوقتي، ضيعت حقك كله. صباح الخير يا فندم. عاملة صباح الخير. صباح الخير. أنا آسف، أنا أول ما بلغوني جيت على طول. خير. اهلا وسهلا يا دكتور، اتفضل حضرتك. أما إذا سمحتي لي أنا هاخد الولد معايا وهبلغ الدكتور باللي حصل. قوي قوي يا فندم، اتفضلي. شكرا. اتفضل يا دكتور. باي باي يا فندم، باي باي. شكرا كده. مع السلامة. جدع يا احمد، جدع. راجل ابن راجل حقيقي. بجد يا بابا؟ طبعا، ايه اللي بجد؟ شوفي يجيب سيره ماما بكلمه صغيره، مش تضربه بس، تضربه وتشتمه وتبهدله وتعمل فيه كل اللي يستاهله. يعني انت مش زعلان مني؟ زعلان ده ايه؟ ده انا كده بقى عرفت اني خلفت راجل هيقدر يدافع عني لما اكبر واعجز. بقول لك يا حبيبي، ماما هتاخدك دلوقتي تتغدوا مع بعض، وبعد كده هي هترجعك على البيت، اوكي؟ اوكي. يلا حبيبي يلا. وبعدين احسن حاجه عملتها النهارده ان خليتني اشوف ماما. اعمل كده كل يوم، ها؟ حاضر. اتفضلوا بقى اوصلوا. لا لا احنا هناخد تاكسي. لا معقول تاكسي ايه؟ دي تيجي برضه؟ اتفضلي يا عبد، اتفضلي. لا لا ارجوك.
نعم. خير؟ ايه اللي رجعك بسرعه كده؟ في اي تطور جديد في موضوع رامي؟ هو حصل تطور فعلا، بس تطور لتحت. انا فقدت برستيجي يا هانم وحياتي ومستقبلي السياسي بسبب المصيبه بتاعت ابنك. ابني؟ ما هو ابنك انت كمان. الله، في ايه؟ بقول لك ايه، انا مش مستحمله ابدا. قول لي ايه اللي حصل وايه اللي رجعك بسرعه كده؟ السيد الهمام امين عامل حزب اللي لا بيطيقني ولا بطيقه، وحاططني في مخه على طول، وانا مفوت عليه اي هفوه. النهارده بسلامته عملها وطردني من اجتماع قياده الحزب. طردك؟ ازاي يعني؟ هي خلاص البلد بقت فوضى ولا ايه؟ وما طردنيش بالمعنى الحرفي لكلمه طردني. الاستاذ قال لي يا ريت ما تحضرش الاجتماع وتشوف موضوع ابنك رامي. جابها لي على بلاطه. قال لي الموضوع ده هيأثر عليك بالسلب في مستقبلك السياسي. الله، طب ما رحتش الوزاره ليه؟ انا كنت لاغي مواعيدي في الوزاره يا هانم، اني كنت فاكر ان الاجتماع هيطول في الحزب. بعدين هروح الوزاره اعمل ايه؟ اروح افرج الموظفين عليا ولا اشوف شماتتهم فيا بعينيا؟ شماتة؟ كنت تعالى شوف اللي حصل لي انا في النادي. اول شله النادي ما شافوني جريوا عليا وعمل نفسهم زعلانين قوي وقعدوا يسالوا عن الاخبار بعد اللي قروه في الجرايد. المحنه دي تعدي على خير يا عنايات، والولد رامي ده انا هربيه من تاني، هربيه بايديا انا. طب اهدى اهدى بس يا شكري. عموما انا اتصلت بالدكتور مرسي وقال لي ان جلسه النيابه اتاجلت للفتره المسائيه، وطلبت منه ان هو يحضر معاه. انا كمان اتصلت بيه وانا راجع وقال لي نفس الكلام. قلت له يجي على هنا عشان نشوف هنتصرف ازاي في المصيبه اللي احنا فيها دي. طب يا حبيبي انت نزلت الصبح من غير ما تفطر، تحب اخليهم يجهزوا لك حاجه؟ ماليش نفسي يا عناد، ماليش نفسي لاي حاجه. انا مخنوق مش قادر اخد نفسي. انا يحصل لي ده. شكري حبيبي، اهدى اهدى حبيبي، كل شيء هيتصلح ان شاء الله. ربنا يستر. انبسطنا برضه النهارده. طبعا. التزويغه يعني من المدرسه بقى. مش كده؟ انت رافضه ان اعمل لك تيست حمل ليه يا دلال؟ رافضه لاني حاسه انك مش واثق فيا. ايه اللي واثق فيكي ومش واثق فيكي؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ على فكره رفضك ده ملوش غير معنى واحد، ان مفيش حمل من اصله وانك بتكدبي عليا. الله يسامحك يا خيري. كدبت عليا ليه يا دلال؟ محتاجه مثلا فلوس وعشان كده عملت الفيلم ده؟ بصراحه يا خيري، بس اصل المبلغ كبير شويه فخفت اطلبه منك وانت ترفض.